الا كتبعني اكيد سمعتيني من قبل كنهضر على الشوميزاج اون بيتون، ولكن السؤال واش هاد الطريقه مضمونه باش نعززو بها البنايات على المدى الطويل؟ الفكره باينه، كنزيدو في ليليمون بورتور في العنصر الهيكلي بحال البوطو ولا البوتر، كنعطيوه ولا كنغطيوه بطبقه جديده ديال البيطون المسلح اللي كيلتحم مزيان مع الطبقه القديمه. والهدف نزيدو ليه المقاومه على الفليكسيون ولا على الكومبريسيون ولا السيزايومون، ونعطيه واحد الحياه جديده. ولكن الا بغينا هذه التقنيه تخدم مزيان خاص واحد الشروط واضحه. السطح القديم ديال مثلا العمود يكون مخدوش وخشن، البارات ديال الحديد ديال لونكراج يكونوا متوزعين مزيان، والغلاف الخرساني ديال البيطون يكون حسب المعايير. وقبل كل شيء خاص يكون واحد الالتحام كامل بين البيطون القديم والجديد، يا اما بواحد المورتيي خاص ولا كونيكتور ديال الحديد. الا ما احترمناش هاد الخطوات غادي يبان التشقق، يتفسخ هذوك تبقى تفسخ، وحتى ممكن يطيح هذاك العنصر من بعد مده. اذا شوميزاج واحد الحل للتقويه، ولكن بشروط يجب احترامها.